السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. راح نشارك معاكم في هذا الفيديو فلان المقاهي اللي راح تديروا بحالة في هذا رمضان في المول الاسطوري. تبعوا معايا الطريقة بزاف سهلة. راح نبداو بالطبقة الاولى اللي هي عبارة عن كيكة. اولا في اناء نخلطوا بيضة مع نصف كاس سكر عادي وملعقة فانيلا، نخلطوهم جيدا حتى يذوب لي هذاك السكر في البيض. بعدها نجيبو نصف كاس زيت ونضيفوه بالتدريج بهذه الطريقة. نبقاو نضيفو ونخلطو حتى نتحصلوا على هذا القوام كما راكم تشوفوا. بعدها نجيبو نصف كاس حليب، نبقاو نضيفوه بالتدريج ونبقاو نخلطو. بعدها مباشرة راح نجيبو النواشف تاعنا فيهم 5 ملاعق فارينة وملعقة كاكاو وساشي تاع خميرة كيميائية. كنت غربلتهم سيديجا وضفتهم للخليط تاع السوائل عفوا وخلطتهم مليح حتى تحصلت على هذا القوام. مباشرة نجيبو المول تاعنا، ندهنوه بشوية مارغرين ونفرغوا عليه هذا الخليط. نحاولوا اننا نفرغوه بالتساوي على كامل المول. بعدها ندخلوه للفرن تاعنا يطيب مدة نصف ساعة. البنات راح نفكركم ديروا لي جيم للفيديو تاعي، الجيم هذاك راح يعاونني بزاف باش يطلع الفيديو تاعي اكسبلور. هنا راح نرجعوا للفيديو تاعنا. بعد ما طابت الكيكه تاعي راح نخليها تبرد تماما مده نصف ساعه ونبدا نحضر الكريمه اللي هي الطبقه الثانيه. نجيبوا كاسرونه نحطوا فيها 2 كيسان حليب ونص وزوج ملاعق سكر عادي وزوج ملاعق فارينه مع علبه فلان بذوق الكراميل. بزاف من الناس اللي يديروها بالنشا، انا ما نحبش الكو تاع النشا في التحليات ولا في الفلان، ما يعجبنيش. الفارينه تعجبني احسن، جربوها وردوا لي بالخبر. نحطوا المنكه بذوق الكراميل، هذا اختياري اذا كان عندكم، ونحطوها فوق النار ونخليوها تعقد. كي تعقد لنا مليح نطفيو عليها. هنا كيما قلت لكم بعد ما بردت الكيكه تاعي تماما جبت هذاك الفلان الكريمه اللي خدمتها صبيتها كطبقه ثانيه بهذا الشكل. استعملت المغرف ووزعتها على كامل المول. هنايا راح نجيو للديكاجيل كراميل ولا صوص كراميل. انا استعملت هذه الطريقه بزاف سهله. درت 5 ملاعق سكر عادي، ذوبتهم فوق النار وبعدها جبت ملعقه كبيره تاع مارغرين زدتها وخليتها ذوبتها هكا في هذاك الكراميل. بعدها جبت كاس فيه الماء ودرت فيه ملعقه تاع نشا. كما راكم تشوفوا بقيت نصب هذاك الماء مع النشا بشويه حتى تحصلت على هذا القوام. خليته شويه خفيف وبعدها صبيته كطبقه ثالثه بعد ما جمد لي شويه الفلان. صراحه هذا الديكاجيل بزاف ساهل. الوصفه هذه راني معتمدتها، يعني جربوها وعينيكم مغمضين، النتيجه تاعها راح تجيكم رائعه. نوزع هذاك الديكاجيل على كامل سطح المول بهذه الطريقه. بعدها نزين بشويه لوز ايفيلي. بهذه الطريقه تقدروا تزينوا كيما تحبوا نتوما، التزيين يكون من اختياركم. كما راكم تشوفوا نرجعوه للثلاجه ونخليوه يبرد. جا بزاف بنين، يعني جربوه راح تعتمدوه باذن الله في هذا رمضان. بزاف ساهل واقتصادي ثاني وبحجم عائلي. ما تنساوش تدعموني على قناتي في اليوتيوب، راني حابه نوصل 1000 مشترك. نتمنى كل وحده تفرجت الفيديو انها تخلي لي اشتراك في قناتي وتفعل الجرس. ومرحبا بكم ونتلاقاو في عدد اخر ان شاء الله. والسلام عليكم.